السلام عليكم شباب سنة تالتة. هنكمل حل درس الألكانات في كتاب الامتحان. السؤال 35 كنا واقفين عنده. بيقول أيزومرات الهيدروكربونات المشبعة تتكون عند. بصوا يا شباب، الأيزومرات معناها صيغ بنائية مختلفة لنفس الصيغة الجزيئية. فألف تغير عدد ذرات الكربون، أنا كده بغير الألكان كله، مش هينفع طبعا. ب تغير عدد ذرات الهيدروجين، برضو هغير الألكان، مش هينفع، أو هخليه مشتق وهو في السؤال بيقول لي أنا عايز هيدروكربون. ج تكوين تفرعات، ده اللي بيحصل بقى. دايما كنت أقول لكم لما تجيبوا الأيزومرات حاولوا تكونوا إيه؟ تفرعات. فيبقى ج هنا إجابة أدق. السؤال 36 بيقول يعتبر 2 ثنائي ميثايل بيوتان ايزومر لمركب مين؟ بصوا، احنا نعرف نجاوب السؤال ده من غير ما نرسم بالراحة كده. لو احتاجنا الرسم هنرسم، بس تعالى فكر معاك كده بالراحة. البيوتان ده المفروض انك عارف ان هو C4 عدد ذرات الكربون فيه، وفي هنا ثنائي ميثايل يعني 2C، يبقى اجمالي ذرات الكربون كده 6C. يبقى أنا عشان أختار اختياري صح لازم يكون عدد ذرات الكربون فيه 6C. كويس؟ ألف البيوتان C4، تمام، والميثايل واحدة. ما تقوليش بقى ده هنا 2 يا مستر، ده 2 ده رقم الذرة اللي اتصلت فيها الميثايل، يبقى 4 و1 الإجمالي 5، ما ينفعش ألف. نيجي الباقي 2 ثنائي ميثايل بنتان. البنتان 5C، وفي ثنائي اهيت ميثايل ب2C، 5 و2 7، ما تنفعش، احنا قلنا عايزين 6. نيجي الجيم، الميثايل واحدة والبنتان 5، يبقى 5 و1 6، هي جيم الإجابة الصحيحة. شفت بقى أنا بعرفها ازاي؟ من عدد ذرات الكربون. طب افرض لقينا مركبين فيهم نفس العدد، يبقى ساعتها لازم نرسم، وساعتها هتلاقي واحد هو نفس الصيغة البناء بتاعت اللي في رأس السؤال، فمش هتختاره طبعا. بص ده كده ثنائي ميثايل دول 2 كربونة والبروبان 3، الإجمالي 5، يبقى 36 الإجابة ج الصح. 37 ما عدد أيزومرات الصيغة الجزيئية ل C2H3Cl2Br؟ تعالى كده نرسمها هنا. هو بيقول لي C2H3Cl2 وBr. طبعا زي ما علمتك لازم نتأكد ان ايه ده روابطه سيجما. كنا بنفترض ان البروم عشان احاد التكافؤ هيدروجين والكلور هيدروجين، يبقى كده في 3 اتشات مع ال3، يبقى دي تقابل الصيغة C2H6 وهي في الألكانات فعلا، فبالتالي احنا روابطنا سيجما. هنرسم ذرتين كربون 2C اهم. هنبدأ نحط الBr في الأول والاتنين كلور هنا في الناحية دي، تمام. طبعا لما نيجي نرقم السلسلة دي هيبقى الترقيم من الجهة دي، لأن الكلور هنا فيه عدد أكتر يعني زحمة. أو إن احنا نرسم 2C وهنحط الكلور مع البروم بالشكل ده، وهيجي الكلور التاني هنا، فيبقى مظبوط كده. متهيألي كده يعني مفيش احتمالات تانية ممكن نحطها. غيرنا مكان الكلور، خلينا مرة مع البروم. طب هل ينفع نعمل مع ال3 ذرات بقى، ال3 ذرات الهالوجين يتحطوا في نفس الذرة؟ ينفع. يبقى كده أنا عندي 3 أيزومرات في السؤال ده، فهنختار الإجابة اللي بتقول ايه 3. نيجي للسؤال 38 بيقول ما عدد، ركز كده، ما عدد أيزومرات الصيغة الجزيئية C3H5PR3؟ برضو تعالى نرسمها كده. هو عايز عدد أيزومرات الصيغة C3H5PR3. نتأكد كده انها من الألكانات الأول. مكان الBr هكتب اتشات 3 و5 8،
يبقى دي تقابل الصيغة C3H8. أنا كده كل رابط سيجما، يبقى بفكر إن أنا أرسم 3 ذرات كربون. هبدأ في البداية أحط 3 BR في نفس الذرة، اشتغل بنظام عشان ما تنساش واحد. بعد كده هحاول أحط 2 BR بس على الذرة الأولى، ويبقى معايا BR في الذرة التانية اهي. بعد كده هحاول أحط 2 BR على الذرة الأولى، ويبقى معايا BR في الذرة التالتة مش في التانية اهو. بعد كده هحاول احط 2 BR على الذرة التانية وواحدة BR على الذرة الأولى، ويبقى كده ده إجمالي الأيزومرات اللي معانا. طب ينفع نحط 2 BR على الأولى واحدة BR في التالتة؟ هتلاقينا عاملها قبل كده اهي، اللي هي الصيغة دي. فده إجمالي الأيزومرات اللي معانا، يبقى 1 2 3 4. يبقى أنا عايز إجابة بتقول 4 أيزومرات 38. الإجابة بتاعته هتبقى رقم ج. طيب برضو قبل ما تمشي من المركب حاول كده تراجع عشان تطمن إن مفيش حاجة ناقصاك. يعني أنت اشتغلت بترتيب، قلت هحط 3 في الأول، بعد كده 2 وواحدة في النص، بعد كده 2 وواحدة في الأول، بعد كده 2 وواحدة. طب ايه رأيك نعمل حركة ظريفة كده تجيب لنا ايزومر كمان؟ ايه رأيك نرسم 3 ذرات 3؟ يعني تعالوا نرسمها بلون تاني عشان تبقى واضحة معاكم. نرسم 3 ذرات كده اهو، ونحط BR في كل واحدة منفردة. دي ناقصانا فعلا. يبقى الأحسن أنا هختار كده ايزومر، ادي التاني وادي التالت وادي الرابع وادي الخامس. اعتقد كده 5 ايزومرات. فاحنا هنا الإجابة د هي الإجابة الصحيحة مش ج. نتراجع عن ده أو نمسحه. هختار الإجابة رقم د. يبقى في سؤال الأيزومرات بالذات حاول تراجع إجابتك، لأن مفيش قانون أعرف بيه عدد الأيزومرات لو هالوجين. احنا قلنا فيه لو ألكان. لو ألكان هيبقى القانون 2 أس N-4 زائد 1. ده لو هيدروكربون مشبع. لكن لو هالوجين مش هينفع القانون ده. 39. ما عدد الأيزومرات الممكنة عند استبدال ذرة هيدروجين في جزيء المركب 2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان بذرة كلور واحدة بالدون تغيير في ترتيب هيكل ذرات الكربون؟ طيب سؤال زي ده لازم أرسم الأول المركب. هو بيقول لي بالراحة كده 2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان. طيب تعالى نرسم البيوتان. ادي 1 2 3 4. عند رقم 2 في CH3، وعند رقم يبقى عند رقم 2 و2. طيب ثنائي ميثايل بيوتان تمام بذرة كلور واحدة. طب تعالى بقى أول أيزومر ده المركب اللي عنده قبل ما أحط فيه كلور خالص، ده رمزه تمام. تعالى نحاول كده نشوف أول أيزومر هنعمله هنعمله بلون تاني عشان يبقى مختلف عندي، مش موجود عندي. تعالى أول أيزومر يبقى 1 2 3 4 تمام. اختار مثلا اللون ده. هنكتب هنا ذرة الكلور تمام، والاتنين ميثايل موجودين في مكانهم اهم CH3 CH3. هو قال لي ما تغيرش الهيكل الكربوني بتاع المركب تمام. طيب تاني ايزومر نغير اللون برضو عشان يبقى مختلف. ادي 1 2 نجيب لون اوضح شوية. ادي 1 2 3 4. هنا CH3 وهنا CH3، وفي هنا ذرة كلور بقى مش هغير مكانها بقى. طيب
لو حطيناها هنا في المكان ده، طب ما هو اي حد هياخد اطول سلسلة لتحت كده وهتبقى في الاول شبه السؤال ده بالظبط وهيبقى متكرر، يبقى هنا مرفوض وهنا مرفوض لانها شبه دي بالظبط زي ما حطيناها. امال الصح اعمل ايه بقى يا مستر؟ بالراحة بقى. يبقى 1 2 3 4 هنا CH3 هنا CH3 كده. الاماكن دي مغلقة بالنسبة لي، 3 CH3 دول مغلقين مش هقدر احط فيهم، يبقى هتبدأ تحط الكلورة هنا. تمام. طيب ايه رأيك نرسم نفس الرسمة ونجيب الكلورة في الاول؟ تعال ناخد مثال تاني كده. نفس الرسمة اهو، 1 2 3 4 هنا CH3 تمام، وفي هنا CH3 بس هجيب الكلور في الاول هنا. يبقى كده كام ايزومر؟ كده معايا 1 اهو و2 ومعايا رقم 3، يبقى معايا 3 ايزومرات. وبرضو اتأكد من سؤالي ما عدد الايزومرات الممكنة من استبدال ذرة هيدروجين في مركب 2 و2 ثنائي مثيل البوتاسيوم ذرة كلور واحدة بدون تغيير في تركيب الهيكل. تمام، احنا جبناهم 3، ايه اللي هي الاجابة؟ ايه؟ رقم ب. اتأكد من سؤالي ان انا راجع تاني. يبقى الكلور في الاول ما ينفعش احط في دول زي ما قلنا، بعد كده هلاقي الكلور دخلت في التالتة، بعد كده الكلور في الرابعة. ان شاء الله الاجابة صح، يبقى نختار الاجابة رقم ب. نشوف السؤال رقم 40. بيقول ما عدد ايزوميرات الصيغة C6H14؟ نحاول كده نطبق بقى القانون ده. احنا قلنا القانون ده يا شباب خاص بالالكانات، والصيغة دي تمثل الكان. طيب مكان ال N هنكتب 6، يبقى 6 minus 4 ب2 تمام، بلس 1 4 2 أس 2 ب4 زائد 1 يبقى الجواب 5. اعتقد 40 الاجابة ب مظبوطة من غير ما نرسم طبعا. عايز ترسمهم وتعمل تفرعات براحتك. السؤال 41. هيدروكربون صيغته الجزيئية C6H14 ما عدد ايزومراته التي تحتوي على 3 مجموعات ميثايل وما عدد مجموعات الميثيلين في كل ايزومر منها؟ يبقى كده لازم نرسم. تمام، لان هو حط لي شرط هنا، قال لي لازم الايزومرات تحتوي على 3 مجموعات ايه؟ ميثايل. فانا بنصحك ترسم ال5 اللي كان المفروض تجيبهم من السؤال اللي فات وتشوف. تعالى كده C6H14، تعالى نحاول نعملها مع بعض كده واحدة واحدة. الصيغة اهي C6H كام؟ 14. هو عايز مني ايه؟ الايزومرات. اول ايزومر ادي، يبقى ده رقم 1 اهو. هرسم السلسلة العادية اللي هو الهكسان العادي CH2 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 CH3 كده، ده أول أيزومر. طيب تمام، نيجي لتاني أيزومر. تاني أيزومر أهو رقم 2. هبدأ أصغر السلسلة CH3 CH2 كده 2 3 أهو 2، وبعدين الرابعة هحط عليها تفرع وهكمل السلسلة بالشكل ده، يبقى كده الإجمالي 6. نيجي للأيزومر اللي بعده رقم 3 CH3 CH2 CH كده. أنا هبدأ أنقل الفرع أهو، أنا بشتغل بنظام عشان منساش ولا أيزومر من الأيزومرات. كده خليته في رقم 3 بدل ما كان في رقم 2. يجي لي لو نقلناه تاني هيبقى في رقم 2 زي ما انتوا عارفين. هنبدأ بقى نصغر السلسلة شوية، يبقى الأيزومر الرابع هنكتب مثلا باللون الأزرق، يبقى رقم 4. في عندنا سلسلة بدل ما هي من 5 ذرات 1 2 3 4 5، لا هنخليها بس كام ذرة؟ 4 ذرات. تمام، وهيتفضل فرعين، مرة هنحطهم هنا اهم، وده زي ما هو 2، ومرة تانية ايوه زي انا سامعكم بتقولوا شطار اهوت، مرة تانية في رقم 5 هنحطهم ايه؟
جنب بعض، ادي CH وادي CH وادي CH3، وهنحط واحد هنا مرة وواحد هنا مرة. ايوه برافو عليكم يا شباب. طيب كده جبنا الخمس ايزومرات كلهم. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. هو بيقول لي، ركز كده، بيقول لي الصيغة دي ما عدد ايزومراته التي تحتوي على 3 ميثايل وما عدد مجموعات الميثيلين فيه. طيب تعالى نشوف اللي فيها 3 ميثايل كده شكلها هيبقى ايه. 3 ميثايل، تمام. الايزومر الاولاني فيه ميثايل اهي وميثايل اهي، يبقى ده مرفوض مش معانا. الايزومر التاني ادي ميثايل اهي وميثايل اهي وميثايل اهي، يبقى ده اول ايزومر معايا. كم مجموعة ميثيلين؟ يبقى دول كده مجموعتين ميثيلين اهو، تمام. طيب الايزومر التالت ادي ميثايل اهي وميثايل اهي وميثايل اهي، وفي مجموعة ميثيلين وكمان واحدة اهي، يبقى برضو كده معانا كمان ايزومر وموجود فيه 2 ميثيلين. الايزومر الرابع 1 2 3 4، يبقى ده مرفوض. الايزومر الخامس 1 2 3 4، يبقى ده مرفوض برضو. يبقى كده في ايزومرين وفيهم مجموعتين ميثيلين، فانا عندي ايزومرين واتنين ميثيلين. الاجابة رقم ب. السؤال 41. يبقى هي ايه، واحدة واحدة كده بالراحة هتلاقيها معاك شغال. طيب تعالى بقى نشوف الاختبار اللي على الدرس مباشر. لو في حاجة في الأسئلة المقالية أنا معاكم أكيد ابعتولي بس. طيب الاختبار على الدرس الثاني. السؤال الأول بيقول إيه؟ كل المركبات الآتية لها نفس الكتلة المولية عدا مين؟ طب يا حبيبي نفس الكتلة المولية يعني نفس الصيغة البنائية، عدا مين؟ ألف البنتان 5C، تمام؟ نفس الصيغة الجزيئية يعني، مش البنائية بس، لا والجزيئية كمان. يعني لو 2 بنائية مختلفين بس نفس الجزيئية خلاص هيطلعوا نفس الكتلة. فألف 5C. أنا علمتك إزاي تعد ذرات الكربون عشان تتأكد من صحة السؤال. قلنا 5C هنا اهم، وهنا ثنائي ميثايل و3 يبقوا 5، وهنا ثنائي ميثايل و4 يبقوا 6، وهنا واحدة ميثايل و4 يبقوا 5. يبقى بص كده واضحة خالص إن ج هي اللي مختلفة عنهم في الكتلة المولية لأن السيهات متغيرة يعني. 2 كل مما يأتي يعتبر صحيحا بالنسبة لمركبات سلسلة الألكانات. طيب عايز حاجة صحيحة بالنسبة لمركبات سلسلة ايه؟ الألكانات المتجانسة عدا. يبقى خلي بالك من عدا، معظمها مستقيمة السلسلة، ماشي. صيغتها العامة هي دي غلط ألف طبعا. صيغتها العامة CnH2n-2، طبعا ده تبع الايه؟ سلسلة الألكانات. متشابهة الخواص لأنها سلسلة متجانسة. تظهر تدرج سلسلة متجانسة، يبقى هي ألف الايه؟ الإجابة اللي عدا هنا. لأن لما جينا من شوية نجيب أيزومرات الصيغة C6H14 طلع لها ايزومر واحد مستقيم السلسلة و4 ايزومرات متفرعين. يبقى المعظم عند المتفرعة ولا المستقيمة؟ طبعا المعظم عند المتفرعة. 3 ما الخاصية المشتركة في هذين المركبين؟ انت معاك مركب اهوت فيه 3 ذرات كربون وفرعين ميثايل، ومركب هنا موجود فيه 5 ذرات كربون. عايز خاصية مشتركة. لو جمعنا عدد السيهات هنا يا شباب هنلاقي 5C، تمام. ولو جمعنا عدد السيهات هنا هنلاقي 5C، يبقى الصيغة الجزيئية واحدة لكن البناية مختلفة. طيب الايزوميرات اللي هم لهم نفس الجزيئية والبناية مختلفة بيختلفوا في الفيزيائية وفي الكيميائية في الخواص يعني. فلما يقول لي درجة انصهار غلط لأنها فيزيائية، مشتركة في الصيغة البنائية غلط أكيد، في درجة الغليان غلط، لكن النسب صح لأن هم نفس الصيغة الايه؟ الجزيئية. يبقى رقم 3 هتبقى إجابتها إيه؟ د. نيجي للسؤال رقم 4. بيقول لي في رقم 4 ما تسمية الأيوباك للمركب دهوت؟ دي صيغة مكثفة لازم الأول نفردها صح. تعال بالراحة كده.
ادي CH3 واحدة واحدة ماشي، وبعدين CH اللي بعدها، وبعدين تفرع تاني عليها اهو، بعدين CH اللي بعدها، وبعدين تفرع تاني عليها اهو. كويس كده. لما تيجي يا حبيبي بقى تاخد اطول سلسلة، ايوه برافو عليك، نحدد السلسلة الطويلة كده بالراحة. هيبقى في فرع عند رقم 2 وعند رقم 3، فعشان كده هناخد ايه؟ طالما عند 2 و3 تمام، هناخد التفرع 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان ده الصح، فهناخد الإجابة رقم ألف معايا. 4 هتبقى ألف. 5 ما تسمية الأيوباك للمركب ده؟ لازم نفرده برضو بالراحة. CH3 بعد كده في CH عليها CH3 تانية اهي، بعدين جنبها CH2 وبعدين جنبها CH2 وبعدين جنبها Cl. كويس اوي. هناخد اطول سلسلة ما تاخدش السي اللي فيها محترم. كويس. يبقى هنرقم منين؟ طبعا من عند هنا، من رقم 1 من هنا. ليه من هنا؟ عشان خاطر الكلور تفرع على 1، لكن هنا الميثايل في رقم 2. يبقى أنا عايز إجابة بتقول 1 كلورو و3 ميثايل بيوتان، يبقى رقم 5 الإجابة رقم ألف برضه. 6 ذرة الكربون الأولية هي التي تتصل بذرة كربون واحدة، بينما ذرة الكربون الثالثية تتصل ب3 كربون. أي الألكانات يتضمن 3 أولية وواحدة ثالثية؟ طيب نرسم الأولاني ده الهكسان العادي بالراحة. الهكسان العادي ده حبايبي فكر كده معايا، شوف كده الهكسان العادي، افتكر كده كان رسمته ايه. بص احنا لسه رسمينه قبل ما نمسحه. ده هكسان عادي اللي هو رقم 1 ده كده يمثل هكسان عادي. هل يتضمن 3 أولية؟ 3 ذرات أولية يعني لسه هو قايل لي في السؤال الذرة الأولية اللي فيها كربون واحدة، يعني زي الذرة دي كده يا شباب اهي، دي أولية. ليه؟ لأنها متصلة بالسي اللي بعدها بس. لكن الذرة التانية دي ثانوية، رقم 2 دي ثانوية. ليه؟ لأنها متصلة على شمالها بسي وعلى يمينها بسي. الذرة الأخيرة دي أولية، يبقى دي الهكسان العادي ده مفهوش غير 2 أولية، مش هينفع. تمام؟ مش هينفع كده. نيجي الرقم ب 2 ميثايل بنتان. احنا برضو لسه راسمين ب حالا اهو. 2 ميثايل بنتان ده لسه راسمينه حالا. تعالى كده نشوفه اهو. عند رقم 2 اهي، 1 2 3 4 5 لسه راسمينه حالا. 2 ميثايل بنتان. عد كده الذرات الأولية. دي أولية اهي اللي عليها سهم، دي أولية ماشي. الذرة التانية دي ثالثية يا شباب، 1 2 3 ثالثية. بعد كده الذرة التالتة ثانوية، الذرة الرابعة ثانوية، الذرة الخامسة أولية. يبقى مفيش عندي غير ذرتين أوليتين. هو في السؤال بيقول عايز 3 أولية. نيجي لرقم ج، يبقى ب برضو ايه؟ ب غلط. نيجي لج. 2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان. فين رسمته اللي احنا رسمينها؟ بالراحة كده واحدة واحدة ندور عليه. 2 و2 اهي اللي هي رقم 4 دي، عند رقم 2 وعند رقم 2. تعال نشوف الأولية. دي ذرة أولية اهي، تمام. هعمل على دايرة كده درجتها أولية يعني، ودي ذرة أولية ودي ذرة أولية اهي، تمام كده. 3 أولية 4 أولية. ده هو قال لي 3 بس، يبقى لا برضو مش هتنفع معايا. طيب تعال على رقم د. 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان. فين بقى الرسمة دي 2 و3 اللي هي آخر واحدة اهي؟ 2 و3. تعال دي أولية اهي، تمام. وبرضو الذرة اللي فوق دي أولية اهي، 2 3 4 كده معايا 4 أولية. في ايه بقى؟ أنا عايز 3 بس أولية. طيب شوف رقم 2 كده اللي هو 2 ميثايل بنتان ده، احنا رجعناه قبل كده. 2 ميثايل بنتان اللي هي الإجابة ب. تعال نشوفها كده. دي أولية ودي أولية صح، ودي أولية، 3 أولية هم. طبعا مظبوطة،
يبقى 2 ميثايل بنتان مظبوطة، 3 أولية. طب هو طالب ايه كمان؟ طالب بيقول وذرة واحدة ثالثية. طيب شوف كده الذرة دي اللي هي الذرة رقم 2 هتلاقيها ثالثية اهي. خلاص يبقى كده الإجابة الصح 2 ميثايل بنتان هي الإجابة المظبوطة هنا. ماشي، نمسح بقى الغلط اللي عليها ده ونعمل غلط على رقم د. يبقى كده السؤال 6 إجابته ب. 7، ما عدد مشتقات البروبان أحادي الكلور؟ بروبان أحادي الكلور يعني إيه؟ يعني ما فيهوش غير كلورة واحدة. تعالى كده نرسمه. لو أنا جيت مثلا رسمت 3 ذرات كربون أهو وعايز أحط عليها كلورة، طب ما هي يا إما في الأول يا إما في النص، ملهوش مشتقات تانية كده. يبقى كده كم مشتق؟ أيزومرين 2 صح؟ يبقى ما عدد مشتقات البروبان أحادي الكلور؟ تبقى الإجابة رقم د، الإجابة الإيه؟ المظبوطة في السؤال رقم 7. طيب نيجي للسؤال رقم 8. أمامك 4 مركبات مختلفة، تعال نقرأهم كده مع بعض. المركب الأولاني فيه إيه؟ اقرا كده هتلاقي المجموعة الوظيفية اللي انت عارفها دي كده تبع الكحولات. طيب المركب الثاني فيه مجموعة الكربوكسيل دي أحماض. المركب الثالث فيه رابطة ثنائية ده ألكين. المركب الرابع فيه OH كحولات برضو. ما المركبان التابعان لسلسلة متجانسة واحدة؟ أكيد واضحة خالص، رقم 1 ورقم 4 اللي هما الكحولات زي ما اتفقنا. يبقى لازم الطالب يفهم كده كل عائلة ايه المجموعة الوظيفية بتاعتها. يعني دي تبع الأحماض عشان فيها مجموعة اسمها الكربوكسيل، ودي تبع الكحولات عشان فيها مجموعة اسمها الهيدروكسيل، ودي تبع الكحولات عشان فيها مجموعة اسمها الهيدروكسيل، ودي تبع الألكين عشان فيها مجموعة وظيفية اللي هي الرابطة الايه الثنائية. تمام. 9، ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ نحاول بقى نفرده الأول عشان نعرف نسميه صح بالراحة. هو اللي هيتفرد بس القوس ده اللي هو CH3/2 ده. يعني أنا رأيي تكتبه كده جنبه CH3 هنا و CH3 هنا عشان تشتغل على طول. تعالى بقى نحدد أطول سلسلة. أطول سلسلة لو مشينا مستقيمة 1 2 3 4 5. طيب لو مشينا من اليمين لتحت 1 2 3 4 5 6. شفت بقى أطول ازاي؟ يعني لو مشينا كده هتبقى كده أطول فعلا. تمام. لو جينا نرقمها هرقمها ازاي؟ لو رقمنا من تحت من هنا يعني الواحد اتحط هنا هنلاقي رقم 2 فيها تفرع و3 فيها تفرع، ودي الزحمة فعلا. يبقى الترقيم الصواب فعلا بالشكل ده 4 5 6 هكسان كده. يعني أي إجابة فيها غير الهكسان هشطبها. أنا كده يا إما الإجابة ب يا إما الإجابة إيه د. في فرعين عند رقم 2 وعند 3 خلاص تبقى الإجابة في رقم 9 هي الإجابة ب. 10، المركبات العضوية الآتية تسميتها غير صحيحة تبعا لنظام الأيوباك عادة. عايز اسم صح. نيجي للإجابة أ. 2 ميثايل 3 إيثايل بنتان. احنا لو جينا نرسم البنتان 5 سي كده بالراحة، 3 4 ادي 5. عند رقم 2 هحط ميثايل ادي سي، عند رقم 3 هحط ايثايل ادي C2H5. يبقى كان الأولى يبدأ بده هنا عشان الأبجدية، إذا ألف غلط. تعال نشوف ب. 3 ايثايل 2 ميثايل بنتان. أيوه دي اللي صح، أنا لسه كنت برسمها حالا. يعني كنت بقول كان الأولى يبدأ ب3 ايثايل بعدين 2 ميثايل. فالسؤال 10 كده إجابته ب هي الإجابة الصحيحة. جيم الغلط فيها إن هو بادئ بالإيثايل وكل حاجة، بس ما ينفعش الإيثايل عند رقم 2، لأنه لو رسمناه عند رقم 2 كده هتلاقيني بختاره ضمن السلسلة، يعني هقول السلسلة دي هي الأطول ساعتها. برضو ده ما ينفعش الإيثايل عند رقم 2، فالجواب الصح هو الجواب ب. تمام. تعالى كده نشوف السؤال اللي بعده. المقال: اكتب تسمية الأيوباك لكل من المركبين التاليين والذي يمثل كل نقطة في هيكله بذرة كربون. يعني هو عايزني أحط هنا سي وهنا سي
وهنا سي وهنا سي وهنا سي وهنا سي. وطبعا الاتشات انت عارف بزودها من نفسي يعني. طيب اطول سلسلة لما نيجي نرسمها هتبقى عاملة بالشكل ده مش متفرعة، يبقى اسم الايوباك بتاعه ايه؟ 1 2 3 4 5 6. اسم الايوباك هنا هكسان، ده الجواب الايه؟ الصحيح. طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي مثلا هنا سي وهنا سي وهنا سي وهنا سي وهنا سي وهنا سي. تعال ناخد اطول سلسلة كده بالراحة. اطول سلسلة معايا هتبقى هي السلسلة اللي على شكل حرف يو دي. طب لما نيجي نرقمها هيبقى 1 2 3 4، لان من هنا زي من هنا في الترقيم. يبقى الاسم 2.3 ثنائي ميثايل، صح كده؟ وبعدين اكتب ايه بقى؟ ثنائي ميثايل 4، يبقى بيوتان الاسم الايه؟ الصحيح هنا. تمام. طيب نيجي للسؤال رقم 12. ارسم الصيغة البنائية لكل من المركبين التاليين ثم اكتب الاسم الصحيح لكل منها تبعا لنظام الأيوباك. أول اسم هنرسم إيسان 2 سي أهم، تمام. بعد كده هنحط في الكلور في رقم 1، ورقم 2 برضو هنحط كلور، ماشي. انتوا عارفين كده ان تبع نظام الأيوباك ده غلط كده. ليه؟ لأن المفروض يقول ثنائي كلورو. نحط بس الاتشات الأول، هيبقى هنا 2 وهنا 2، ويبقى الاسم الصحيح 1 و2 ثنائي كلورو إيثان. طيب تعال نشوف المركب اللي بعده. البنتان 2 3 4 ادي 5. في رقم 2 عايز مجموعة إيثايل. طب ما أنا لسه قايل لك حالا لو عملناها بالشكل ده هضطر اخد السلسلة لتحت، صح؟ لما نيجي الرقم بقى نحط بس الاتشات الاول. هنا 3 اتش، هنا 2 اتش، هنا 3 اتش، هنا 1، هنا 2. انتوا عارفين يا شباب انا بكمل الاتشات ازاي؟ اكيد بوصل للتكافؤ ايه؟ الرباعي للكربون. طيب لما نيجي نرقم السلسلة دي، لو رقمناها من تحت 1 2 3 4 5 6، وطبعا لو رقمناها برضو من الشمال صح اكيد هتبقى 6 برضو. يبقى الاسم بتاعنا 3 ميثايل و6 يبقى هكسان، ده الجواب الصحيح. يعني انا بس بوصيك كده وصية ان انت حط هدفك قدامك. لما تيجي تحل سؤال ما تسيبوش الا لما زي ما بيقولوا كده يطلع عينك وتطلع عين السؤال معاك. يعني كل شوية تراجع فيه، تتأكد من ان جوابك صح، ما تبقاش عشوائي في الإجابة، ما تستسلمش بسهولة. حاول تبقى يعني زي ما بيقولوا لو هخسر السؤال او هغلط السؤال هخسره وانا خلاص يعني مش هزعل عليه، انا جبت اخري فيه. ما ينفعش اجي ارسم صيغه انسى اتش، ما ينفعش اجي ارسم صيغه انسى ايزومر. احاول امشي بترتيب واحاول على قد ما اقدر يا شباب ان انا يعني ده تعب العمر زي ما بيقولوا كده، وسنه بتحدد مصيرك، تعبك وتعب اهلك. فحاول كده ان انت ما تستسلمش للسؤال لو صعب او حاسس ان هو صعب او مش عارف تدخل له منين، حاول تخبط فيه. وانا دايما بقول لكم ايه؟ نظرية الدعبسة. فاكر؟ طول ما انت بتدعبس في الحاجة وبتخبط فيها هتيجي معاك ان شاء الله. لكن لو استسلمت وقلت الحاجة صعبة ومش هحل ومش هتعب، لا الموضوع هيبقى صعب عليك اكيد. ومفيش حاجة بتيجي لوحدها، لازم نسعى ليها يعني. وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالسعي. افتكر ان طالب العلم ده حتى الملائكة يعني بيفرشوا له أجنحتها. تخيل كده انت ماشي ما بين حرس شرف من الملائكة وانت بتذاكر وانت رايح درسك وانت تتعلم. خلي نيتك كده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك. يعني اتمنى اكون افدتكم. مستر اسلام كامل، اي حاجة انت عايزها ابعتلي في الكومنتات انا معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.